هلو يا حلوين، تعالى اوريكم نتيجة التقشير البارد على بشرتي. وده كان اول يوم بشرتي كانت لونها احمر جدا جدا، كان في احمرار كبير. علشان ما تقلقوش لما يحصل كده. تاني يوم بشرتي بدأت تقشر فعليا زي ما انتوا شايفين، والتقشير بدأ يظهر. كنت حابة اوريكم شكل البقع والتصبغات اللي في بشرتي علشان لما تشوفوا النتيجة بعد كده تنبهروا زي ما انا مبهورة كده. تالت يوم بشرتي بدأت تقشر كلها زي ما انتوا شايفين، القشرة بدأت تزيد علشان خلاص بقى احنا بنقشر. ودي كانت النتيجة بعد اسبوع من التقشير. النتيجة كانت مبهرة، وشي رجع زي البيبيهات بجد. زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اي ميك اب، مفيش اي فلتر، بشرتي رجعت زي البيبيهات. نضارة مش طبيعية، نعومة مش طبيعية، توحيد لون للبشرة مش طبيعي. زي ما انتوا شايفين كده، انا من غير ولا اي ميك اب، مفيش بقع، مفيش تصبغات، مفيش اسمرار حوالين الشفايف زي ما احنا متعودين. البشرة كلها بقت منورة بجد. عملت كل ده ازاي؟ استخدمت التقشير البارد الميلا اوف اللي هوريكم دلوقتي استخدمته ازاي. هو عبارة عن كريم بتفرديه على وشك ماسك لمدة 4 ساعات، ومش كل الناس بتحطوا نفس عدد الساعات. انا حطيته ساعة واحدة بس، وكان الدكتور قال لي اغسل وشي لان بشرتي كانت مهيئة جدا للتقشير. ازاي بشرتك تكون مهيئة للتقشير؟ تكوني مرطباها كويس جدا جدا علشان تكون مستعدة لعملية التقشير. نيجي بعد كده ازاي فردته. اهو حطيته قدامكم كماسك عادي جدا على بشرتي وسبته، وبعد كده غسلت وشي بمية، والنتيجة زي ما انتوا شايفين كانت مبهرة. هقول لكم دلوقتي كل حاجة، ازاي استخدمته وطريقته وسعره وكل الحاجات الحلوة دي. وجيت لكم دلوقتي علشان احكي لكم تجربتي مع التقشير البارد الميلا اوف. وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي طالعه لكم من غير اي ميك اب في بشرتي خالص. يعني هي دي البشره اللي انا طالعه بيها من غير اي ميك اب تماما. طبعا في الطبيعي محدش فينا كان بيطلع كده من غير ميك اب، بس انا حرفيا من بعد ما جربت التقشير البارد الميلا اوف وانا يعني مستخسره احط في بشرتي مكياج، لان بشرتي زي ما انتم شايفين رجعت زي بشره البيبيهات زي ما قلت لكم في الفيديو. ان انا بجد مبهوره من النتيجه. ايه هو الميلا اوف؟ الميلا اوف كريم تقشير بارد، عباره عن كريم بيشيل التصبغات، بيوحد لون البشره، بيشيلك اثار الحبوب، الكلف، الحروق من الدرجه الثانيه. انتوا متخيلين التقشير البارد ده حاجه نينجا قد ايه؟ ليه قررت استخدم منتجات شركه ساندي؟ لاني مش اول مره اجرب معاهم التقشير، جربت معاهم قبل كده التقشير احماض الفواكه وقشرت رقبتي، والمره دي قررت اجرب التقشير البارد لان انا يعني واثقه فيهم جدا. ده غير ان المنتج نازل الصيدليات قريب جدا، ده غير ان هم شركه متخصصه في التقشير وفي التفتيح، ده غير ان هم عندهم 24 ساعه خدمه شغاله، يعني في اي وقت بيساعدوكي، وعندهم كمان خدمه ما بعد البيع. التقشير البارد المره دي مش بس بيعمل لك تقشير، لا بيعمل لك تقشير وبيعمل لك تفتيح. واحسن حاجه ان المنتج مصرح من وزاره الصحه، يعني امان الامان منتجاتهم بجد. تعالوا بقى احكي لكم تجربتي مع التقشير. اول حاجه كنت خايفه، طبعا كنت خايفه لاني المره دي كنت بجرب في وشي، وانا اهم حاجه عندي اكيد وشي، بس علشان انا واثقه في منتجات الشركه فكنت مطمنه جدا ان انا بيتابع معايا 24 ساعه دكاتره في اي وقت. في كل خطوه بعملها في التقشير بيتابع معاكي دكاتره، ودي اكتر حاجه بتعجبني في منتجاتهم، ان انت ما بتكونيش قلقانه لان في دكتور بيتابع معاكي باستمرار. التقشير البارد عباره عن كريم بتفرديه على وشك كماسك في وشك او ايدك او رجلك او اي منطقه، بيتساب 4 ساعات. بس معايا انا سبته ساعه واحده بس، وبدات احس ان بشرتي بتحرقني شويه. على طول كلمت الدكتور وعلى طول قال لي انت كده تمام تقدري تغسلي وشك. انا بشرتي كانت مهيئه جدا للتقشير. علشان تبداي تقشير اي منطقه انت محتاجه ان انت ترطبي المنطقه كويس جدا وتكوني مهتميه بيها، وعلشان انا باستمرار بكون برطب وشي وبستخدم له منتجات كتير، فكانت بشرتي مهيئه جدا للتقشير. فانا قشرت في اول ساعه، ما كملتش ال4 ساعات بتوع الماسك. وبعد كده غسلت وشي وبدات معايا مراحل التقشير، احمرار، وبعد كده بدات تظهر قشره، بعد كده حصل غمقان بسيط في البشره. كنت خايفه من التحولات اللي بتحصل، كنت خايفه طبعا لان بدات احس ان بشرتي مش هي. كنت خايفه بس بعد لما شفت النتيجه ولما وشي قشر تماما انبهرت بالنتيجه. زي ما انتم شايفين بشرتي رجعت زي بشره الاطفال. انا دلوقتي بكلمكم وانا مش حاطه اي حاجه في بشرتي تماما، علشان اوريكم قد ايه البشره بقت يعني فيها نضاره، البشره بقت فاتحه، لان انا بقول لكم ده تقشير وتفتيح، مش بس هتعملي تقشير وتلاقي التقشير البارد عمل لك كده. التقشير البارد للناس اللي مش فاهمه ده بيعمل ايه؟ بيشيل اول طبقه من الجلد
في البشره او الايد او الرجل او اي مكان. فانت متخيله اول طبقه من الجلد مثلا هي اللي كانت متعرضه للشمس، للحبوب، للحاجات دي كلها، فانت شلتي اول طبقه، وهنبدا بقى على نظافه، نهتم بقى بالبشره. وطبعا النتيجه دي انا عايزه اقول لكم ان مع الوقت كل يوم بشرتي عماله تفتح اكتر اكتر، والدكتورز قالوا لي ان انا لسه بشرتي هتفتح اكتر من كده. فطبعا انا مبسوطه جدا جدا، وحقيقي عايزاكم كلكم تجربوا عشان تكونوا مبسوطين كده. النتيجه مبهره بجد. التقشير البارد حول لي بشرتي 180 درجه. ما كنتش متخيله ان هو هيعمل كده، كنت خايفه، كنت قلقانه، بس لما هتجربوا الميلا اوف بجد كل القلق والخوف ده هيروح. لان زي ما قلت لكم انت بيتابع معاكي الدكاتره باستمرار، مش محتاجه ان انت تكوني قلقانه، لان هم دايما بيكونوا جنبك وبيطمنوكي وبيقولوا لك القواعد اللي تمشي عليها من اول لحظه تبداي فيها التقشير لحد لما تخلصي التقشير. بشرتي رجعت زي الاطفال حرفيا، نضاره، النعومه في البشره مش طبيعيه. ان انا دلوقتي بجد مستعده اظهر بدون اي مكياج، لان كل عيوب البشره خلاص انتهت. زي ما انتم شايفين البشره بتلمع، البشره نضره جدا، مفيش اي تصبغات، البشره بقت كلها لون واحد، وده حاجه كلنا بندور عليها. نيجي بقى لسعر المنتج. سعر المنتج ده يعني تقريبا نص سعر اي جلسه تقشير بارد في اي عياده. بجد سعره تحفه، بيعملوا عروض باستمرار، ده غير ان هو مصرح من وزاره الصحه، ده غير ان انت هتعملي اي حته عايزه تقشريها في البيت من غير ما تطلعي العياده او يعني يبقى في خصوصيه من الاخر. يعني لو انت حابه تعملي منطقه يكون فيها خصوصيه، فانت بتعملي ده في البيت. بيتابع معاكي دكاتره 24 ساعه، في اي وقت الدكتورز هيرد عليكي ويقولوا لك ايوه اعملي كذا، لا ما تعمليش كذا. فدي اكتر حاجه بتعجبني فيهم، ان هم عندهم خدمه ما بعد البيع، ودي اكتر حاجه بتعجبني. ده غير ان اسعارهم بجد اسعارهم حلوه جدا، معاملتهم حلوه جدا. بجد لازم تجربوا التقشير البارد. انا اتوهمت بالنتيجه بتاعته ونتيجته كانت حلوه جدا، وحبيت اوريكم خطوه بخطوه واحكي لكم تجربتي بكل حاجه، علشان لما تقرروا تجربوا تكونوا مبسوطين.